ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض اكتر وصفه شعبيه الكل بيحبها مفيش اختلاف عليها، وهي الكشري المصري. هنعمله النهارده بكل التفاصيل والتريكات، هيطلع معانا زي الجاهز واحسن كمان. بس لو لسه اول مره تتابعيني يا ريت ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. معايا الحمص بتاعي، انا بكون نقعاه من بالليل، بصحى كده اغسله واضيف عليه بصلايه كده وطماطميه، واضيف ميه نظيفه وارفعه على النار عشان بياخد شويه في التسويه. كده الحمص بتاعنا رفعناه على النار. معايا هنا البصل بتاعي، انا معايا هنا بصل ابيض، مستخدمه النهارده بصل ابيض. لو مش متوفر تقدر تستخدمي البصل الاحمر، مفيش اي مشكله. ضفت عليه معلقه كده كبيره من الدقيق ورشه من الملح، واديلهم تقليبه كده مع بعض. معاه هنا بقى زيت سخن كده على النار. اهم حاجه الزيت بتاعي يكون نوع نضيف، ما يكونش له اي ريحه، لان الزيت ده انا هكمل بيه باقي الوصفه. وبحط بقى البصل بتاعي كده، بلاش نحطه كله على بعضه، لا بكون كده مفرطاه كده في الطاسه بتاعتي. بفضل اقلبه كده، مش عايزاه ياخد لون غامق، انا محتاجاه ياخد لون ذهبي ويطلع معانا بالشكل والجمال اللي تشوفيه معايا دلوقتي. كده البصل بتاعنا معانا جاهز. عايزه اقول لك بيفضل محتفظ بالقرمشه بتاعته لغايه تاني وتالت يوم كمان. كده خلصنا البصل. معايا بقى زيت البصل انا صفيته، ومعايا هنا حله على النار ضفت فيها معلقتين 3 كبار كده من الزيت. ضفت كده بشر بصلايه صغيره جدا، وثلاث فصوص كده من الثوم لغايه ما دبلوا معايا. نزلت كده بمعلقه كبيره من الخل، ومعايا هنا عصير الطماطم، ومعايا هنا بقى اتبلها بالكمون، ومعايا هنا الكزبره، بابريكا، فلفل اسود، معلقه كده صغيره من السكر عشان تعادل الحموضه، وضفت هنا الملح بتاعي. وهنزل عليها كده معلقه كبيره من الصلصه عشان بس ايه لون الطماطم بتاعي ما كانش غامق قوي. وهسيبها بقى تتسبك معايا لغايه ما تبقى معايا بالشكل والقوام ده. كده الصلصه بتاعتنا جاهزه. تعالوا بقى كده ايه نجهز المكرونه. معايا هنا ميه مغليه على النار، واضيف هنا معلقه كبيره من زيت البصل، وضفت فيها هنا برضو رشه من الملح. وهضيف هنا بقى المكرونه بتاعتي. انا معايا هنا مستخدمه مكرونه اسباجيتي ومرمريه الصغيره. المكرونه اسباجيتي انا بكسرها كده على 3، بحيث لما اجي اكل بالمعلقه اعرف اكلها ما تكونش طويله زياده عن اللزوم، وفي نفس الوقت لو في اطفال برضو يعرفوا ياكلوها. فانا هقلب بقى المكرونه كده تقليبه، واسيبها بقى لغايه ما تتسلق معايا وتبقى معايا بالشكل ده. هضيف عليها بقى معلقه كبيره من كده من زيت البصل، وعايز اقولك طبعا الزيت ده مكمل معايا لاخر الوصفه. وبقلبها كويس جدا، تفضل بقى كده مفرفره كده في نفسها، وما تبقاش معجنه ولا اي حاجه خالص. ضفت بقى كده حله على النار، ضفت فيها معلقتين كبار من الزيت، وضفت بقى الشعريه بتاعتي هحمرها. ومعايا هنا لغايه ما توصل برضو للون الذهبي اللي معايا ده. ومعايا بقى رز مصري انا غسلاه ومصفياه من الميه بتاعتي. ومعايا برضو العدس اللي بجيبه، قبل ما بشتغل خالص في الوصفه بنقعه كده في ميه سخنه قبلها بساعه، ويبقى معانا بالشكل ده. وبغسله طبعا غسله كويسه جدا، وبضيفه بقى على الرز اللي بشعريه. هقلبهم كويس جدا مع بعض، واتبلهم بقى بالملح كده والكمون، وننزل عليهم بالميه السخنه. اهم حاجه الميه اللي لما نضيفها ما تكونش زياده عن اللزوم، كانك بتعملي تضيفيها كانك بتعملي رز مصري عادي خالص، لان طبعا ما ننساش ان احنا نقعين الحمص بتاعنا ففيه ميه. يا دوبك كده تغطيها، ويبقى معانا كده مفلفل، ويبقى معانا بالشكل ده عشان ما يبقاش معجن معاكي. كده خلاص خلصنا. تعالوا بقى نجهز مع بعض احلى دقه للكشري المصري. معايا هنا كوبايه من الميه السخنه، ومعايا هنا معلقه كده من الملح، ومعايا معلقه من الكمون، ومعايا رشه صغيره كده من الشطه، ومعايا نص معلقه صغيره خالص من الفلفل الاسود. هضيف عليها كده عصير ليمونتين، هعصر كده ليمونتين كبار. وطبعا معانا كده ايه 3 او 4 فصوص من الثوم المفروم. هقلبهم كويس جدا، وهنزل عليهم بربع كوبايه من الخل. وكده يكون معانا احلى دقه للكشري المصري. تعالوا بقى نجهز الشطه بتاعتنا، ودي تكون اخر حاجه. الشطه بتاعتنا احنا هنعملها النهارده على النار. معايا هنا معلقتين كبار من الزيت، ضفت عليها كده معلقه من الشطه الحمراء. عارفين بقى الطماطم دي لما عصرتها التفل بتاع الطماطم، انا جبت كده معلقه كده من تفل الطماطم، حطيتها برده مع الشطه، وضفت عليها كبشتين كده كبار من الصلصه بتاعتي بعد ما اتسبكت، وبقت معانا بالشكل ده. عايزه اقول لكم بتبقى حراقه جدا جدا جدا، وطعمها في منتهى الجمال. كده خلصنا الوصفة بتاعتنا. تعالوا بقى نجهز مع بعض أحلى طبق كشري، طعم وريحة أحسن كمان من المحلات بجد. ده غير النظافة، غير كل حاجة، بجد العيال هيعجبهم جدا. طعمه وريحته في منتهى الجمال. طبعا الأكلة دي مفيش اختلاف عليها خالص، كلنا بنحبها. وتغيير بقى عن اللحوم أو الفراخ. متأكدة ان انتوا هتجربوها بالطريقة والتفاصيل اللي احنا قلناها النهاردة مع بعض. اتمنى تعجبكم. اشوفكم على خير في وصفات تانية جاية جديدة. يا ريت ما تنسوناش في اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد معانا بإذن الله. اشوفكم على خير.